يا مساء السعادة على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفات حلوة جدا جدا ان شاء الله، حتى ينال رضاكم ولو وصفة واحدة وتجربوها. متنسوش الصلاة على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين. اول حاجة هعمل اكلة اقتصادية، ربع كوباية من الزيت هضيف عليها. عندي بصلاية كده تكون كبيرة، كنت مقطعاها شرايح، وحطيت عليها معلقة واحدة من النشا، وحطيتها في الزيت بعد ما سخن كويس جدا لحد ما تاخد لون ذهبي بالشكل ده. تمام. هطلعها واخليها على جنب، وهجيب بقى عندي هنا، بصي، يا اما كوبايتين من الرز وعليهم كوبايه من العدس الاصفر. يعني كميه الرز اللي هتستخدميها نصها يبقى عدس اصفر. هقلبهم في الزيت اللي انا حمرت فيه البصل كويس جدا جدا، حوالي 5 دقايق لحد ما يسخنوا ويتغلفوا كويس جدا. لازم يتغلفوا علشان ما يعجنش معاكي. مهم جدا جدا الخطوه بتاعه التقليب دي في الاول. هتتبليه بعد ما تقلبيه كويس جدا، ملح وفلفل، كزبره وكمون، وممكن كركم كمان عشان يزود اللون شويه ويخليه شكله حلو. هضيف عليه كوبايتين من الميه. نحط الميه يعني مقدار الرز، يعني كأننا بنشرب بس رز لوحده علشان العدس ما بياخدش كمان معانا وقت، هو بيستوي بسرعه جدا. هخليهم يغلوا لمدة دي 5 دقايق كده، وبعد كده ههدي النار 10 دقايق، ما بياخدش وقت خالص، هيطلع معاكي مفلفل وتحفة جدا. نحضر بقى الحبشتكنات اللي بنحطها جنب الوصفة الجميلة دي. 5 فصوص من الثوم، كزبرة أو بقدونس. حطي كمان عصير ليمون، وحطي كمان طماطمية واحدة، وملح وفلفل. وممكن تحطي بقى فلفل حار او رومي زي ما قلنا. تمام. هضربهم مع بعض. وكنت محضره حبه بتنجان رومي حمرتها في الاير فراير، ممكن تحمريها في الفرن زي ما اتفقنا، وممكن تحمريها في الزيت، مفيش اي مشكله. انا حمرتها بمعلقتين بس زيت كده في الاير فراير. استوت وبقت تمام. هاخد بقى من التتبيله، وهبدا ان انا احط على البتنجان بتاعي بالشكل ده. اتبقى معايا يعني ايه حوالي معلقه كده، انا بقيتهم بصراحه يعني علشان ايه، كنت عامله طبق سلطه صغير كده بحبه طماطم واحده علشان الطماطم غاليه جدا. وحط عليهم شويه جرجير وفلفل وحبه واحده برضو من الخيار. يعني وانت بتشتري حبه البتنجان هتجيبي لك كده ربع كيلو خيار مع ربع كيلو طماطم، وحزمة كرفس، حزمة بقدونس أو كزبرة. ويعني اعملي طبق سلطة صغير عشان الأكلة دي بيبقى جنبها سلطة بتبقى حلوة جدا. احنا كده عملنا طبق بتنجان جميل. ممكن برضو تعملي طبق فلفل مقلي جنبه، هيبقى حلو قوي. انا كمان حمرت حبة بطاطس واحدة علشان برضو غالية، حمرتها في الاير فراير برضو. برضو يعني الاكلة دي من الاكلات اللي بتحب جنبها حاجات كده كتير. وممكن سلطة بس جنب العدس. الاكل بتاعنا كده خلص، هروح بقى غرفة كل حاجة. وممكن تدحرجي بقى البيض في سمنة او ممكن لا. انا بصراحة كنت يعني ايه، مش قادرة، فخليته بس كده، سلقت بيض على عددنا كل واحد بيضة. انا عارفه ان الاكله مش اقتصاديه قوي، يعني هي في الوقت الحالي والله، يعني انا مش عارفه اعمل اكل اقتصادي، يعني هي يعتبر اقتصاديه مش يعني بغض النظر بقى عن الوصفات اللي فيها لحوم وكده. بالنسبه للوصفات اللي فيها لحوم دي اكله اقتصاديه، انا عارفه ان هي ممكن تكون مش مناسبه لظروف ناس كتير في الوقت الحالي. بس والله يعني على قد ما نقدر يعني نحاول ان احنا نمشي الدنيا يعني بأقل الامكانيات. المهم دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه، هنعمل وصفة حلوة قوي. جيبي برضو توم وفلفل اخضر واضربيهم مع بعض بالشكل ده. ممكن فلفل حار وممكن فلفل رومي، مفيش مشكلة. المهم انا هاخد الدقة دي، هحط بقى ايه ربع كوباية من الزيت عليها نص الخلطة اللي احنا ايه حضرناها. تمام. احنا ممكن نعمل حاجة واحدة من الحاجتين اللي احنا هنعملهم ونزود الكمية، وممكن نعمل حاجة واحدة بس منهم برضو وما نزودش الكمية. انا عندي نص كيلو من الكبدة الشرايح، بعد ما التوم ريحته طلعت والفلفل بالشكل ده، هضيف عليهم النص كيلو من الكبدة. الكبدة دي كبدة مستوردة يا بنات، انا بجيبها شرايح وبقطعها انا بنفسي بعد ما بتكون رفيعة ومتلجة. تمام. يعني احنا في الوقت ده ممكن نمشي الدنيا، نص كيلو كبدة بحوالي 60 جنيه، هيطلع معاكي كمية كويسة تقدري ان انتي تعملي جنبها مكرونة او رز للولاد. المهم بعد ما الكبدة لونها غير، هحط عليها فلفل حار او فلفل اخضر واقلب مع بعض. ممكن احط كمان معلقة من الهريسة او الدقة اللي احنا عملناها قبل كده. اهم حاجة النار تبقى عالية جدا جدا علشان الكبدة تتصدم معايا كويس وما تنزلش زفارة ولا تنزل اي ايه سوائل. نتبلها بقى ملح وفلفل كمون وكزبره ناشفه. هديهم تقليبه كويسه كده بالشكل ده، وما بتاخدش وقت خالص، هي بالكتير 10 دقايق على النار او 8 دقايق كمان. واخر حاجه بحط لها عصير ليمونه كبيره، واحط لها كمان ايه شويه ايه بقدونس كده يكون مفرومين ناعم، بحطهم برضو في اخر حاجه.
احنا كده عملنا كبدة حلوة جدا. الطريقة دي حلوة وسريعة وما بتاخدش اي وقت خالص. وزي ما قلتلك تقدري تعملي جنبها شوية رز او شوية مكرونة او تعملي سندوتشات للولاد، وهتكفي معاكي برضو عدد سندوتشات كويس. في نفس الطاسة هجيب شوية كده سجق وهقلبهم مع بعض. نص كيلو برضو من السجق تقريبا كان برضو ب60 جنيه. هقلب برضو عليهم معلقة كده من الثوم اللي احنا عملناه والدقة، واحط بصلاية كبيرة. كل الخضار بضيفه بعد ما ياخد تشويحة كويسة، يعني ياخد كده لونه يتحول لون ذهبي وهيكش معاكي شوية. تقليبة كويسة، واهم حاجة النار تبقى عالية. حط كمان معاهم مع الفلفل والحاجات دي حبة طماطم واشوحها برضو دقيقتين كده. وبعد كده اخر حاجة هضيف معلقة كبيرة من الصلصة وهشوحهم مع بعض مع رشة ملح وسكر بسيطة. السكر علشان حطيت الصلصة. عايزة فيها صوص شوية فهضيف لها شوية مية صغيرين، ونظبط الملح ومش هنكتر توابل علشان السجق كله بيبقى فيه يعني بيبقى فيه اكل، يعني بيبقى فيه توابل كتير. انت ممكن بقى تعمليها جنب عيش بلد زي ما قلتلك، وممكن تعمليها جنب سندوتشات او مكرونه او رز. انا كنت خابزه العيش اصلا ده في البيت، وكنت عامله الاكله دي كلها كده في يوم واحد في العيش اللي انا خابزاه. زي ما قلت لك تقدري تكتفي بشويه السجق بس او شويه الكبده، وتعملي جنبها بقى شويه ايه سلطه مثلا، سلطه طحينه مثلا او اي حاجه. يعني تكتري الاكل بحيث، او بطاطس محمره بحيث ان انت حاجه واحده منهم تكفي كل الايه الغدا. دي اللي كده الوصفه التانية. والعيش ده برضو انا منزله لكم على القناه لو حابين. الكبده يتقدم معاها شويه عصره ليمون كده مع التقديم، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. دي الوصفتين اللي ممكن نختار منهم وصفه. الوصفه الجايه بقى دي ممكن نختار طريقه واحده من الطريقتين اللي انا هعملهم. برضو نص كيلو من اللحمه المفرومه هبدا ان انا احط له معلقه كده من الزبده، عشان اللحمه عندي من غير دهون. واللحمه ممكن تشتريها مستورده، ونص كيلو يكلفك حوالي 110. وتعملي منه ربع كيلو بس فهيكفي برضو معاكي. يعني اتصرفي كده ودبري الامور. انا عارفه ان انا ممكن وصفات اللحوم ما تبقاش مناسبه ناس كتير، بس احنا ممكن نجيب ربع كيلو ونعمل برضو بيهم صينيه واحده من اللي هنعملها دلوقتي. بعد ما اللحمه اخدت صدمه معايا هضيف عليها بصلايه تكون كبيره مبشوره، وهضيف عليهم برضو جزرتين كده يكونوا مبشورين، وفلفل الوان او فلفل اخضر مفيش اي مشكله. هو عامه دلوقتي تمن الالوان مش بعيد من تمن الاخضر. لو جبتي ربع كيلو فلفل الوان مثلا ب6 جنيه، زي برضو لو جبتي فلفل ب4 جنيه، يعني هي فرقها مش كتير. بس الفلفل الالوان قيمته غذائيه عاليه وبيدي شكل وطعم حلو في الاكل. نتبل بقى ملح وفلفل وبهارات لحمه، وحطي اي توابل انت عايزاها. ممكن تبشري بشره بسيطه من جوز الطيب مع اللحمه، او تحطي بهارات لحمه. الغرض من ان احنا نحط خضار في اللحمه كده ان احنا نكتر الكميه، وفي نفس الوقت ادينا قيمه غذائيه للولاد. هقلبهم مع بعض خلاص كده اتسبكوا وبقى تمام. هتجيبي بقى نص كيلو من الجلاش ونص كوبايه من الزبده او السمنه او خليط ما بينهم مع زيت. احط كده ندهن طبقه كويسه من الدهون تحت في الارض، في ارضيه الصينيه. وهبدا ان انا احط ايه كل طبقتين هدهن دهنه بسيطه من الزبده. مش لازم نكتر كميه الدهان قوي، بس اهم حاجه ان كل ورقه تبقى او كل ورقتين يبقوا ايه مدهونين دهنه خفيفه كده. احط نص كميه اللحمه بتاعتي، وهبدا ان انا يعني بعد ما حطيت نص كميه الجلاش احط نص الحشوه بتاعتي. وبعد كده هبدا ان انا هكمل باقي اللفه بتاعتي بالشكل ده. وكل ورقتين زي ما اتفقنا مسحه بسيطه من الزبده بالشكل ده لحد ما اخلص كل الكميه. انا هقطعها من النص، وبعد كده هبدأ ان انا هديها دهنة بسيطة برضو من فوق علشان تحمر. وهدخلها الفرن ساخن على 180 في الرف الوسطاني لحد بقى ما تستوي من فوق او تستوي وتاخد لون ذهبي. هكون انا حضرت تشريبة ليها برضو هتتخلي طعمها حلو قوي. وممكن نعملها بالطريقة التانية. انا عاملة طريقتين او صينيتين بطريقتين، ممكن تعملي الطريقة دي وممكن تعملي طريقة تانية. كوباية من الحليب هضيف عليها معلقة واحدة من الدقيق، وهضيف عليها مكعب مرق ومعلقة زبدة كده صغيرة، وهقلبهم مع بعض مع ملح وفلفل. ارفعهم على النار يكونوا سمكهم خفيف. اول ما الصينيه بتاعتي تبدا ان هي تاخد لون ذهبي هحط لها البشاميل الخفيف بتاعي. ممكن تحطي رشه جبنه موتزاريلا، وممكن لو ما عندكيش مفيش مشكله هدخلها الفرن تاخد تشويحه كده مع بعضها من فوق. وهحضر الطريقه التانية او الصينيه التانية بباقي نص الحشوه اللي متبقي معانا. تمام. هعملها بطريقه تانية علشان لو مش حابين الطريقه بتاعت البشاميل تعملوها بالطريقه دي، وانا بحب الطريقه دي اكتر من التانية. هتجيبي لفة الجلاش وتقطعيها على قد الصينية بتاعتك، وتبدأي برضو تحطي من تحت مسحة زبدة،
وتحطي ورقة من السليمة اللي احنا عاملينها ومقطعينها على قد الصينية. وبعد كده تبدأي بقى تحطي القطع اللي هي متبقية من الجوانب، وتبدأي تخليهم داخلين من جوه بالشكل ده. بعد ما تخلصي نص الكمية تبدأي ان انت تحطي الحشوة بتاعتك، يعني زي ما قلتلك ربع كيلو من اللحمة المفرومة تقدري تعملي صينية محترمة للولاد، يعني هيحبوها جدا جدا. وممكن تعملي اصلا الصينية دي كلها بحشوة جبنة فتة، وتعملي كمان فلفل جنبها، فلفل رومي معاها، او جبن بس موتزاريلا مع فتة مع شوية لانشون زي ما انت عايزة يعني، لحمة او مش لحمة يعني. ممكن تعملي كمان فراخ شاورما، او لو شوية فراخ متبقيين من وجبة قبل كده برضو تعمليها بالفراخ، هتبقى حلوة جدًا. المهم بعد ما خلّصت النُص التاني وهابدأ إن أنا هاقطّعها قبل ما أدخّلها الفرن، أنا باقطّع كل رُبع على 3 قطع، يعني قطّعتها زي شرايح البيتزا بالشكل ده. هادّيها مسحة زبدة برضه وهادخّلها الفرن لحد ما تبدأ إن هي تاخد لون دهبي وتحمَر من فوق. هاكون جهّزت لها كوباية حليب وبيضة وملح وفلفل وربع معلقة صغيّرة من الbaking powder، وهاقلّبهم مع بعض كويس جدًا. رشة كمان من البيكنج باودر، يعني حوالي كده إيه، يعني أقل من نُص معلقة ما نكترش علشان تورق بس معانا. أول ما تاخد لون دهبي هاحط لها التشريبة بالشكل ده علشان تبقى طرية معايا، وبعد كده أدخّلها تاخد شواية وتكمّل إيه تسوية حوالي كمان 10 دقايق في الفرن. أنا كده عملت لكم طريقتين للجلاش بنُص كيلو لحمة مفرومة، الصينيتين دول، يعني لو جبتِ نُص كيلو لحمة مفرومة تقدري تعملي الصينيتين دول بمنتهى السهولة. إن شاء الله تكون عجبتكم حتى وصفة منهم، وتقدري تعملي الوصفة الاقتصادية اللي في الأول، وتقدري تعملي الكبدة والسجق حاجة منهم برضه. يا رب أكون أفدتكم بفيديوهات النهارده، ما تنسوش تصلّوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين ورأيكم في الفيديوهات. مع السلامة.